شايف دور ربنا لحد فين في الشغل؟ لاننا سالنا الناس عندنا انستجرام واقول لك باقي النتائج 97% شايفين ان ربنا ليه دور في نجاحك في شغلك، و3% بس شايفين ان لا. ودوت مش تحفه، لان دوت بيخلق سؤال تاني. طب ما انا ممكن يكون المدير بتاعي ما يعرفش ربنا وناجح ومش مؤمن بوجود ربنا اصلا وناجح. طب امال فين انت، فين يا رب من الموضوع دوت؟ ايوه. او ان انا اترفد من شغلي. ولما سالنا الناس برضو عن شايف ان في عدل في الشغل، 77% من الناس شايفين ان مفيش عدل في الشغل. فلو قلت لي ان ربنا ليه دور في نجاحي في شغلي، يبقى ازاي في 77% من الناس شايفين ان مفيش عدل في الشغل؟ لا، انا عندي مبادئ في الحته ديت. الله بيتدخل، لكن عايز ارجع ورا الجمله ديت واقول انه الله كمان عادل. فمديري لا يؤمن بوجود الله اصلا وعايش باجتهاد وعايش بامانه، هيكافئ، اكيد هيكافئ وهياخد حقه وهيترقى. يعني انا مبسوط قوي من ال 97 دول، بس عايز كمان احط حمل عليا اني اعيش باستقامه، اني اتعب. ساعات اكرام ربنا يا جوفاني ومش بيبقى في التوقيت اللي انا عملت عليه الحاجه. يعني انا اشتغلت النهارده باجتهاد، فتح عينين المدير، عايزين اكراميه كويسه او ترقيه او وات ايفر، بالظبط كده، فتيجي ما تلاقيهاش تزعل من ربنا. حبيبي ربنا ما قالش انه هيكرمك في اللحظه ديت، ربنا ما قالش انك انت لو عملت ده. ربنا شايل لنا. فساعات كتير تبقى محتاج لحاجه وما تجيش، وساعات كتير تتفاجئ ان ربنا اكرمك اكتر بكتير مما انت تستاهل وانت تستحق.